يعد مركز الدعوة الإسلامية من أهم المراكز التي تقوم على نشر التعاليم الإسلامية الحميدة. وفي هذا الصدد استقبل مسؤول رابطة العلماء والمشايخ ضيوفا من قراء مصر وتنزانيا، منهم القارئ حامد الغندور حمودة الطرباي من دولة مصر، والقارئ رجاء أيوب من دولة تنزانيا حفظهم الله تعالى، حيث قدم لهما جولة تعريفية بين أرجاء المركز وأقسامه. ومن ضمن تلك الأقسام التي تمت زيارتها أكاديمية فيضان للدراسات الإسلامية عن بعد، وقسم الترجمة، وقسم البحوث والدراسات الإسلامية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى قسم الشؤون العربية وقناة مدني الفضائية. كذلك التقى كل منهما مع المفتي محمد سجاد العطاري وعضو مجلس الشورى محمد شاهد العطاري حفظهم الله، حيث تبادلا الحديث عن أهداف المركز وغاياته، وكما قدمت لهما نبذة عن خدمات المركز ونشاطاته الدعوية والدينية والإغاثية وغيرها من الأمور. وفي الختام أشاد كل منهما عن إعجابهما وتأثرهما لما يقدمه المركز من خدمات جليلة في سبيل خدمة المجتمع والدين. بارك الله فيكم وحفظكم الله. مركز ما شاء الله كبير وجميل للدعوة الإسلامية تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله وجعله زخرا للإسلام. المركز ما شاء الله تكنولوجيا وثقافة وإسلام ونشر دعوة إسلامية. بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا. ولله الحمد. اليوم أتينا هنا في فيضان مدينة لزيارة خاص، والله هنا وجدنا الجهد كبير جدا. يعني فيضان مدينة هنا يوجد القسم خاص يعلمون القرآن بطريقة السوشيال ميديا، ونسأل الله أن يبارك على هذا المؤسسة الشيخ محمد إلياس قادر، ربنا يكرمه ويباركه بكرامة القرآن، وربنا ينور هذا فيضان مدينة بنور القرآن إن شاء الله.